السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اتكلم معاكم النهارده كده شوية عن ماتش طبعا منتخب مصر ان شاء الله مع جنوب افريقيا، ولكن حابب ابدأ معاكم قبل ماتش جنوب افريقيا بالماتش اللي فات، طبعا ماتش زيمبابوي. وطبعا ناس كتير اتفقت وناس كتير اختلفت على الكابتن حسام حسن، ولكن برضو انا لسه عند رأيي. شايف ان كل الدعم للكابتن حسام. الكابتن حسام في ماتش زيمبابوي الراجل ما كانش اوحش حاجة، بالعكس كان كويس جدا، قراراته كلها كانت صحيحة. خروج امام عاشور كان قرار صح جدا، مش غلط، عشان ناس كتير قالت ازاي يخرج امام وكسرت نفس الولا ومش عارفه ايه بتاع. قرار في الملعب، قرار اداري في الملعب، القرار كان صح جدا. امام عاشور كان اللاعب الوحيد اللي مينفعش يكمل من الاخر. تقول لي مروان، هتقول لي حمدي، هقول لك الناس دي هي اللي بتأمن شويه دفاعيا، خاصه ان الثنائي الدفاعي زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان مفيش تجانس كويس بينهم، سواء حسام عبد المجيد وسواء ياسر ابراهيم. هو امام نفسه اصلا يعني الحمد لله شفناه في اخر الماتش بيضحك ومبسوط ساعه ما الجون بتاع محمد صلاح جه، فالولد نفسه متفهم الوضع، فان شاء الله يعني الموضوع مش كبير. طيب، ماتش جنوب افريقيا، انا شايف من وجهة نظري ان رامي ربيعة يبدأ الماتش ده. حسام عبد المجيد 10/10 وانا بحترمه جدا، واللعيب الوحيد اللي بيقدر يخرج بالكرة تحت ضغط، انا عارف كل ده. بس الماتش بتاع جنوب افريقيا ده هيبقى عليك ضغط اكبر، فحابب ان اللي يبدأ يبقى واحد عنده خبرات، واحد متعود على الضغوطات دي. وطبعا هو افضل حد هيكون موجود هو رامي ربيعة مع ياسر ابراهيم، كده كده الاتنين اصلا في تفاهم بينهم وتجانس من ايام الاهلي، فبالتالي هيبقى في شكل كويس للفريق. في نص الملعب برضو شايف ان امام ما يبدأش عادي جدا، ويبدأ بالتشكيلة اللي هو نهى بيها بقى الثلاثة اللي في نص الملعب، مع طبعا الثلاثة الهجوميين مرموش وصلاح مصطفى محمد، ولو يعني يبدأ تحتيهم بتريزيجيه مفيش مشكلة، مع اني شايف ان اللي يبدأ زيزو. يعني انا من وجهة نظري زيزو هو اللي يبدأ الماتش ده، ويكون تريزيجيه على الدكة. طبعا النقطة الجدلية بقى الكبيرة وهي كابتن محمد الشناوي. يعني تسألني رأيي، أنا هقول لك رأيي طبعا بلا أي جدال. محمد الشناوي يعني شكرا جدا المجهود اللي هو عمله قبل كده، وشكرا جدا الأداء اللي هو قدمه للمنتخب وللنادي الأهلي وكل حاجة، بس يعني كفاية كده. يبقى موجود كعنصر خبرة في الفريق، بيدعم كده زمايله وبتاع، ولو احتاجناه وقت زنقة ولا حاجة يبقى موجود. لكن أنا شايف إن مصطفى شوبير هو الأحق دلوقتي إن هو يكون موجود في الملعب. طيب، هتلاعب جنوب افريقيا. جنوب افريقيا فرقة بتاعت كورة، بتمسك كورة، بتستحوذ، وما بتحب المنافس اصلا يضغط عليها عشان تقدر ان هي تخرج بالكورة بشكل كويس. فانت محتاج بقى لعيبة تقدر تخلص من نص فرصة. يعني انت الماتش اللي فات خلقت فرص كتير جدا جدا، بس ضيعت كتير جدا جدا جدا. فانت دلوقتي محتاج ان انت تبقى فعال على المرمى، الكرة اللي تجيلك ما تضيعهاش. هي دي اهم حاجة المفروض المنتخب بيعملها قدام جنوب افريقيا. هتلاقي فرقة ممتازة، هتلاقي فرقة بتمسك كورة، هتلاقي فرقة فهمانة كورة. واديك شفت انت غلطة يعني انت الماتش بتاع زيمبابوي ده اتعمل عليك هجمة واحدة جت جول. بعتوا لي يا عم ده في كورتين ثلاثة تانيين، هقول لك الكورتين ثلاثة التانيين كان السبب فيهم الكابتن محمد الشناوي، ربنا يبارك في عمره يا رب. هو اللي خلاهم هجمات خطيرة. هو الراجل شايط من 30,000 متر، وشايط أي حاجة وخلاص، يلا كده المهم الكرة انت يبقى شكلنا حلو وبنشوط على الجون. والكابتن محمد الشناوي مش هاين عليه بقى، لا بيخلي الكرة خطيرة، مش عارف يمسك الكرة بتتزفلت من تحت ايديه والكلام ده كله. فيعني مش عارف اقول ايه بصراحة. فيعني النهاردة ان شاء الله كل الدعم للكابتن حسام حسن. لازم يبقى الشكل كويس، لازم الفرقة تبقى واقفة على رجلها، واعتقد من وجهة نظري ان الماتش ده ينتهي تعادل ان شاء الله 1-1. انت قول لي رأيك تحت في الكومنتات، شايف منتخب مصر هيعمل ايه النهارده؟